بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان لزوم غرز العلماء، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الخميس 8 من شهر شعبان عام 38 و400 وألف هجرية في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا جميعا من الاختلاف الذي سيكون من بعده عليه الصلاة والسلام، وذلك بقوله: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأخبر عن الفتن التي تكون في آخر الزمان، وأخبر عن الفتنة التي يكون القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وأخبر عن صنوف من الفتن كما هو معلوم في كتب الفتن التي روت هذه الأحاديث خاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأزمان نرى كثيرا من الفتن في بلدان المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بعباده، وأن يرحم حالهم، وأن يرفع عنهم ما نزل بهم. والذي أريد أن أقول إن الواجب على المسلم في مثل هذه الفتن أن يتقي الله جل وعلا في نفسه أولا، فيطلب لها النجاح والسلامة والبعد عن هذه الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن صبر فواها. وأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه والخطاب لنا من بعدهم أن نتعوذ بالله جل وعز من الفتن، فقال: تعوذوا بالله من الفتن، وردد ذلك عليهم 3 صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الفتن إذا عصفت بالناس فإنها تفتن القلوب عن قصد الحق وعن سماعه، فلذلك سميت فتنة. تفتن القلوب عن قصد الحق، يلتبس الهوى، هوى الإنسان الذي يريده ويشتهيه ويتمناه ويميل إليه، يلتبس ويتلبس بصورة أنه ينصر الحق أو يدعو إلى الحق ونحو ذلك، وهو في الحقيقة لا يعلم أنه قد فتن وقد وقع في هذه الفتن. فيفتن القلب عن قصد الحق ومعرفة الهدى، وهكذا عن سماعه والانقياد له. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام
عن الأول وهو انحراف القلب بما جاء في حديث حذيفة في الفتن حينما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية، يعني منكوسة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالقلوب تفتن عن قصد الحق ومعرفته والأخذ به والتمسك به، الاهتداء إليه والتمسك به، تفتن عن ذلك، فلا تعرف إلا ما أشربت من الهوى، ويلبس على الإنسان ويظن أنه ينصر الحق بينما هو يتبع هواه، نعوذ بالله من ذلك. فلا يعرف إلا ما يهوى ولا يقبل إلا ما يهوى، فتفتن القلوب عن سماع الحق وعن معرفته والاهتداء إليه، ولو صببت في آذانهم ما قبلوا. وإن من البلايا في هذا الزمن الكذب على العلماء والكذب على المشايخ، يكذب عليهم جهارا نهارا، فهذا يأتي عنهم بكذبة وهذا يأتي عنهم بأخرى وثالث يأتي بثالثة، ويزيد الأمر إذا كانت الفتن فيما يتعلق بدماء المسلمين، هذه مصيبة عظيمة. فالواجب على كل عاقل في مثل هذه المواقف ألا يقبل مثل هذه الكلمات إلا بعد أن يتحقق ذلك من العلماء، بعد أن يتحقق من الأشياخ. فما أكثر ما يكذب على العلماء وما أكثر ما يكذب على المشايخ في هذه الآونة وفي هذه الأزمان، وهم براء مما ينسب إليهم أو من كثير مما ينسب إليهم، إن أخذ منهم كلمة صدق وحق ألبست بمئات من الأكاذيب والشبه. فالواجب على الناس أن يطلبوا السلام لأنفسهم وأن لا يقبلوا من كل من هب ودب، وأن يتحرزوا في مواقف الفتن، وأن لا يهلكوا أنفسهم مع من هلك، وعليهم أن يطلبوا النجاة لأنفسهم، وعليهم أن يتثبتوا في النقل، فإن الواحد منا لو كانت المسألة تتعلق بديناره ودرهمه لتصبر وتصبر حتى يصل العالم ويسأله عما يشاع عنه في باب يخص المال، فكيف إذا كان في باب مهم يخص الدين ويخص الدماء يخص الأرواح والأنفس؟ الواجب أن يكون التحرز في هذا الباب والتثبت أشد ما يكون. فأوصي نفسي وإخوتي وأبنائي جميعا بأن يسلكوا هذا المسلك، وأن لا يقبلوا من كل من أقبل وأدبر، وعليهم أن يسألوا إذا جاء الأمر مشكلا، وعليهم أيضا أن يتثبتوا ويتأكدوا، وعليهم أن يقطعوا الطريق على الكذابين وعلى سيء الحفظ وعلى أصحاب الأهواء والمندسين، فحينئذ يسلم الناس من القيل والقال، ويسلم الناس من زيادة الشر بدعوى ما ينسب إلى المشايخ وهم براء منه وهو مكذوب عليهم. وليعلم أن أصحاب الأهواء كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا اشتهوا الأمر وضعوا فيه حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم من كذب أهل الأهواء، فما نحن المساكين في هذا الزمان؟ من هم العلماء بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هم المشايخ بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالكذب معشر الإخوة إنما
ينتحله أصحاب النفوس الدنيئة وأصحاب المقاصد الرخيصة، وإنما يسلكه من لا خلاق له. فعليكم جميعا أن تحذروا وأن تحذروا غيركم في هذا الباب بما علمتم وتعلمون وبما سمعتموه وعرفتموه وتعرفون، حتى يسلم الناس من شرور هؤلاء الكذابين النقلة الذين يفسدون بين الأحبة ويؤججون الفتن ويثيرونها، ولا سيما كما قلت لكم فيما ينقل إلى البلدان الأخرى التي فيها الفتن، فيها الاقتتال، فيها الدماء، فيكذب فيها على المشايخ، وكل قوم يزعمون أن المشايخ معهم، والمشايخ ليسوا على ما يقول هؤلاء. وليعلم أن مشايخ أهل السنة أعظم الناس تعظيما لأمر الدماء المعصومة المحرمة، أعظم الناس تعظيما لها أهل العلم، فهم يعرفون مقدار هذه النفوس التي عصمها الله جل وعلا. وأنا أتحدث مع طلاب علم بعبارات أهل العلم التي عصمها الله جل وعلا، يعرفون قيمة هذه النفوس، فلا يقبل من كل من أقبل ومن أدبر وأقبل ممن يكذب على هؤلاء الأشياخ وينسب إليهم ما لم يقولوا. فالواجب على من وصله شيء من هذا ألا يقبله، وخصوصا في أيام الفتن، فإن المرء قد يتأول، وإن المرء قد يزيد، وإن المرء قد يكذب. فهذه كلها أمور حاصلة، وقد يروي بالمعنى وهو من أسوأ الناس حفظا وفهما، فتقول أنت زيد فيسمعه بكرة ويكتبه خالدا، فتقول له زيد فيسمعه عمرا ويكتبه خالدا وينطقه بكرا. فمثل هذا لا يحتج به ولا يعول عليه. وإذا قامت الدلائل على أنه ينصر هواه أو صاحب هواه وجب التريث في روايته، ولو كان من أصدق الناس في هذا الباب، حتى يزول الشك في أنه روى ما يؤيد هواه أو حرف أو عدل أو بدل. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن ننشر هذا بين إخواننا وأبنائنا، وأن يذكر بعضنا بعضا في هذا. فالفتن الآن تموج، انظر العراق كيف الحال فيها، انظر الشام كيف الحال فيها، انظر ليبيا كيف الحال فيها، انظر اليمن كيف الحال فيها، وهكذا عد بلدان المسلمين كلها منيت بمثل هذا البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على أهل العلم، على طلبة العلم، وعلى العقلاء من أهل الإسلام أن يسعوا في سد أبواب الفتن وقطع الطريق على من يسعى لتأجيجها وإشعال نارها والزج بالناس فيها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وأسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يعصمنا وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من خاصة أوليائه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.